كما ترون الآن يمر شعبنا الليبي بنفس المعاناة وبنفس الظروف التي مررنا بها تحت نير الحكم الدكتاتوري المقبور. يعاني شعبنا في ليبيا وتعاني انتفاضته المجيدة القمع بكل وحشية، فيما يقف المجتمع الدولي عاجزا متفرجا في موقف مخجل، مما يحتم علينا نحن العراقيون الذين عانينا نفس الموقف المخزي والمتفرج من المجتمع الدولي أن نتخذ مواقف وإجراءات واضحة. إنني أرى أنه علينا كعراقيين أن نكون السباقين في هذا الأمر، كما كنا نحن السباقون في التأسيس لنظام ديمقراطي في العالم العربي، وأن ندين جميع أشكال العنف التي يمارسها النظام ضد شعبنا في ليبيا. من هنا أطالب أولا أن تعترف حكومتنا ومجلسنا الوطني مجلسنا الموقر بالمجلس الوطني المؤقت لثوار ليبيا. ثانيا أن يتبنى ممثل العراق في الأمم المتحدة موقفا لسحب الشرعية من النظام الحالي في ليبيا، بغية الوصول إلى اعتراف الأمم المتحدة والعالم بالمجلس الوطني الحالي. كما أطلب منكم سيد الرئيس أن أضيف أن أطلب من السيد معالي وزير الخارجية أن يتبنى قرارا في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة مشروع قرار عراقي بإقامة المنطقة الحظر الجوي التي منعت نظام صدام من قمع شعبنا بعد انتفاضة 91 المجيدة في شمال العراق وجنوبه، والله الموفق. شكرا. أنا أدعو المجلس إلى التصويت على قرار الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي ودعوة الحكومة للاعتراف بالثوار في ليبيا. تصويت. نعد النصاب. تصويت أولا. عدوا الأصوات.